الله الله أيها المسلمون عباد الله، في تهيئة أجواء طيبة في هذا الشهر الكريم ليكون شهرا على خلاف الأشهر التي يلعب فيها الإنسان. فالناس في استقبال رمضان بين مستقبل صالح ومستقبل غير صالح. مستقبل يستقبله بالعبادة والطاعة وتهيئة الأجواء، فترى الصالحين يعدون المساجد ويفرشونها ويزينونها ويهيئونها ويجهزون فراشها وماءها وتمرها وأمورها المتعلقة بها. لماذا؟ لأنه شهر المساجد، شهر القرآن، شهر العبادة، شهر الطاعة. والبعض من الصنف الآخر رمضان عندهم هو رمضان المأكولات والمشروبات وأكل القيتان واتخاذ الأماكن للتخزينة ومشاهدة الأفلام ومشاهدة المسلسلات. شتان بين هذا الصنف وهذا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. فالبدار أيها الناس للعبادة، البدار للطاعة. أنصح من يحمل شاشة تلفزة في بيته أغلقها، خذها نصيحة مني والله. سبب لضياع الأولاد ورب الكعبة، سبب لضياع النساء ورب الكعبة، سبب لضياع الأوقات ورب الكعبة، بل هو مدرسة غزينا من قبلها في أخلاقنا، في عاداتنا، في عباداتنا، في طاعاتنا. شوهوا جمالنا، لعبوا ببناتنا وبأبنائنا، بأفلامهم، بمسلسلاتهم، بأخلاقهم، بمعاملاتهم عبر أجهزة التلفاز السيئة الخبيثة. أنا أخطب فيك لنصف ساعة في اليوم ربما تملها وربما تكون ثقيلة عليك. والتلفاز عبر برامجه وقنواته التي تربو عن 1000 يدرس ابنتك على مدار 24 ساعة ويدرس زوجتك. فالأفلام التركية تشتغل والهندية تشتغل والأجنبية تشتغل والمدبلجة تشتغل وأصحاب الماسونية يشتغلون والمنظمات تشتغل، وكلها مؤامرة لهد الأسرة المسلمة ولهد قيمها وأخلاقها ولإبعادها عن عبادة ربها وعن التذوق للطاعة. فأصبحت الطاعة ثقيلة، بينما مشاهدة الأفلام ما أحسنها وأحلاها حببتها الأفلام والإدمان عليها. فأصبح الناس مدمنون للأفلام ومدمنون للمسلسلات والمسابقات يعكفون عليها الساعات. وأصبح القرآن لا يتلى إلا نادرا. أصبحت البيوت مظلمة، تسمع الأغاني والأفلام في الهواتف والجوالات والسيارات والباصات والمحلات التجارية والبيوت، بينما الواجب على بيوتنا أن تكون نظيفة من هذه الأوساخ والقاذورات، طاهرة بنور الإيمان والتوحيد والقرآن والعقيدة والسنة. تدخل وابنتك تسمع القرآن وزوجتك كذلك وأولادك كذلك، تربى البيوت على الخير والفضيلة. فالله الله أيها المسلمون فيما يعود علينا بالنفع في ديننا وفي دنيانا.